المجموعه دي صعد اللي يستحق، وتقريبا الثمان فرق. يعني في ساعات في كره القدم ممكن فريق يصعد بضربه حظ، فريق يصعد يعني كواليس مباراه معينه بتخليك تصعد، طرد، بينالتي في اخر ثانيه، الفريق اللي قدامك افضل منك 100 مره. لكن انا من وجهه نظري الثمان فرق اللي صعدوا لدور الثمانيه هم الثمان فرق اللي يستحقوا الصعود، ومفيش ولا منتخب من الثمانيه اللي خرجوا يعني خرج وهو مأدي اللي عليه من وجهه نظري. يعني اول حاجه الامارات، لو انت بتتفرج على الثلاث ماتشات بتوع الامارات هتلاقي الاردن هي الاقوى. بعد ما شفنا الثلاث ماتشات هي الاقوى، بتلعب اول مباراه ضد الاردن، في اول دقايق من اللقاء بتطرد لك واحد، بتلعب مباراه كامله وانت 10 لعيبه قدام 11 لعيب، قدام 11 لعيب، واللي هي وصيفه بطل اسيا. تقدر تمشي بالمباراه وتيجي الشوط الثاني تروح جايب هدف التعادل وانت بتلعب 10 ضد الاردن اللي بتموت نفسها، اللي لعبتها ملتزمه، اللي كله بيرجع ورا الكوره وهو زياده عدديه عليك، ورغم كده تقدر ترجع. اي نعم بعد كده الاردن قدرت تجيب الجون الثاني وده طبيعي ومنطقي، وتطلع المباراه 2-1 فمباراه ظروفها ادت الى هزيمه الامارات رغم انها حاولت وهي بتلعب 10. تيجي الماتش الثاني تفوق على مصر، بتحرز هدف، كان ممكن تجيب الهدف والثاني والثالث ضيعته، مصر قدرت بفرصه انها ترجع للمباراه وتفوز. ورغم كده تعادل التعادل ورغم كده كان في احباط، يعني الامارات كانت ممكن تكسب وكده. النهارده بقى يعني اختلف شويه مع حمد في موضوع راشد، اتفق معاه في حاجه. في شيء اختلف اليوم؟ النهارده انت عندك رغبه للفوز، بس من المفروض ان كل ماتش يكون عندك رغبه. ولو بالمنطق بتاع حمد احنا هنشوف الماتشات اللي جايه كلها لازم يكون عندك رغبه الفوز، ما فيش تعادل. دور الثمانيه فوز، دور الاربعه فوز، دور النهائي فوز. فانت لازم كمدير فني يبقى الخطه بتاعتك وطريقتك واسلوبك والتكتيك بتاعك. اي نعم مثلا النوك اوت دي بتبقى طريقه مختلفه، ممكن مثلا تقسم اللقاء، الشوط الاولاني مثلا تطلع تعادل، عايز مثلا فرقه قدامك اقوى بتلعب بطريقه زون ديفنس، تلعب على الهجمه مرتده، المهم تطلع باللقاء. في ناس بتوصل لضربات الجزاء، يقول لك انا اوصل حتى لضربات الجزاء قدام الفريق، لكن الامارات تستحق طيب الفوز. وصول ضربه الجزاء معناه انا ما ابغى الفوز، ابغى اوصلها ضربات الجزاء. ممكن طيب انت قلت اني انا اختلف مع حمد. ايوه، ما انت لازم لازم الفرقه تكسب. انت قلت الماتشات اللي جايه اشوف هيلعب على التعادل. كابتن في نصف النهائي انا ممكن اوصل المباراه، ما ابغى افوز، ابغى اوصلها ضربات الجزاء لاني انا افضل في ضربات الجزاء. لا ما فيش فريق، لانه هو افضل مني في كل واحد يحسبها على ايوه بس ما لازم تفوز. اما كلهم يبغى رغبه فوز، لا مو بصحيح. لازم تفوز، بصحيح. انت في النهايه حمد يعني اللي واصل الثمانيه اللي واصلين ما في حد منهم ما يبغى يفوز. افوز بتكتيك معين، اذا هو افضل مني معناته افوز. ايوه بس افوز متى ابغى افوز؟ لكن اثنينهم رغبه الفوز زي اليوم، بس امل واحد زي الكويت والامارات لازم يفوزون، افتح الملعب. لا بس هو بالمنطق ده يبقى انا بقى هحط تشكيل عشان ما افوز، او احط تشكيل عشان اقعد. لا مفيش كده، ما انا بحط تشكيل عشان اكسب. وممكن بتفق معاك يا احمد في حاجه، ان انا ممكن العب بطريقه معينه واحط لعيبه معايا على الدكه، ان انا في وقت من الاوقات هستفيد منهم في الشوط الثاني ان هم يصنعوا لي الفارق. لكن اي فريق في دور الثمانيه عايز يفوز وعايز يواصل، عايز يواصل. لكن خالد، كابتن حمد، الكابتن الاخ حمد تكلم عن موضوع ان اليوم مباراه المنتخب الاماراتي مع الكويت، اختلف مع الاخ راشد في موضوع عن انه يعني المباراه عشان يفوز فلعب كده. اليوم المنتخب الاماراتي اكثر مضغوط لانه يلعب داخل مع ضد منتخب الكويت وعينه على مباراه الاردن ومصر. ترى حتى الكويت خلينا نكمل حديثي على اعتبار ان نتكلم عن منتخب الامارات الان يا محمد. نتكلم عن منتخب الامارات، هو عندما تكلم بس عن نفس منتخب الامارات نفس الحاله منتخب الكويت، لكن منتخب الامارات اول 16 دقيقه سجل هدف، بعد دقيقتين سجل هدف. وبالتالي حتى يحيى الغساني في اثناء حديثه كان يتكلم ان احنا اشعرنا ان الضغط النفسي علينا زياده من نتيجه المباراه الاولى، هي ريحتنا لكن ضغطتنا اكثر على اساس ان نخرج من المباراه هذه فائزين فيها. فبالتالي
التركيز في هذه المباراه على المنتخبين. المنتخب الكويت استسلم، المنتخب الكويت استسلم بعد ما سجل هدف، برغم كيف طيب استسلم وهو ناقص لاعب سجل هدف؟ تعرف ليش؟ لا فسر لي، هو لا، ناقص وهو 10 سجل هدف. لا سجل هدف منتخب الكويت بكره ثابته ثابته ولا واقفه؟ لا، ليش تقول بمهاره استسلم؟ اللاعب فهد الهاجري، وهذا المره الثانيه يسجل فيها جاب في مصر، جاب في هدف في مصر بنفس الهدف اللي نفس في مصر. القصة. كرة ثابتة برضه. طلال الحين منطقي منتخب داخل مباراة أخيرة في المجموعة إيه. يستقبل هدف يستسلم وهو عنده حظوظة كبيرة انه يصعد. لا الحين ما اريد انا اعقب على كلام لا انت قول لي رايك، انت قول لي رايك. انا شفت رايي، انا اقول رايي المنتخب الكويتي ما هو المنتخب الكويتي. اي بس مش منطق مع المباراة طلال. يعني المنتخب الكويتي اليوم بعد ما سجل فيه هدفين الشوط الاول، شفت المنتخب الكويت يعني ما هو اي بس المنتخب طلال معليش انت تقول استسلم، هو ناقص سجل هدف. اوكي ماشي مشكله، ممكن عادي يسجل هدف. شلون عادي؟ انا ممكن اقول سجل هدف لكن ما هو منتخب الكويت، ما يتردد. واحد بس واحد. كلام ابو فيصل سليم. احنا لما بعد 2-0 صح في استسلام، حصل احباط. لما يكون الهدف طيب. كره ثابته ما كان هدف لا ملعوب. بس هو قال بعد الواحد صفر. لا حتى من بعد الواحد صفر. محمد بين الواحد والثنين كم دقيقة؟ دقيقتين، دقيقة 16 دقيقة 18. شوف ابو تركي على يعني طول سلم المباراة المنتخب ما الكويت. سلم لا، ما المباراة سلم يا محمد، ما نتكلم عن سلم المباراة، لكن اليوم شو معناته استسلم؟ ابو تركي تسمح لي؟ شوف محمد، الحين قاعدين الان نطالع مباريات وجهة نظر، انت تراها بوجهة نظر، انا اراها بوجهة نظر. اليوم إيه بس طموح الفريقين بنفس الطموح. طلال تكلم بمنطق. طموح الفريقين بنفس الطموح. انا اسف هقول حاجه واحده بس، هقول حاجه واحده بس والله. تفضل كابتن خالد. اولا احنا دايما لازم ما نيجي نحلل اداء اي فريق لازم نشوف الفرقتين اللي بيلعبوا ضد بعض. تمام. انا مثلا ما اقول الامارات مع المغرب غير الامارات مع الكويت، طبيعي. غير الامارات مع الجزائر، طبيعي. تمام، غير الامارات مع السعوديه. خلاص طبيعي. انا بقول ليه الكويت احبطت. انا كلعيبه مين اللي بيكسب ومين اللي بيلعب؟ اللعيبه في الملعب. اللعيبه عارفين بعض، ليهم امكانيات وبيلعبوا على خطه معينه. ان انا اقفل المساحات، اقدر العب على هجمه مرتده، اقدر العب على كوره ثابته، كوره ثابته بعرف بجدها بجيب جون من خلالها. لكن انا لو وصلت في دقيقتين 2-0 انا عارف على لعيبتي وعارف اللي حواليا، في لعيبه ما عندهاش خبرات، ما اقدرش ارجع في اللقاء 2-0، ما اقدرش اروح اجيب 3 اجوان على الفرقه، وانا مطالب ان انا اكسب. خد بالك انا مطالب مش ان انا اتعادل، لا اكسب. وبالتالي بيحصل نوع من الاحباط من اللعيبه. لكن في فرقه تانية ممكن يجي فيها جون واثنين. طب ما فلسطين مغلوبه من تونس لغايه اخر تلت ساعه 2-0. انا اقول لك ليش وقدرت انها ترجع لان عندهم الحماس والاراده واللعيبه والتحول من المنطقه الدفاعيه للمنطقه الهجوميه وقدرات شوط من بره 18 ما فيش الفرايتيز كده لسه لعيبه الكويت. كابتن خالد اتفضل. انت فهمت يعني؟ فاهمك هو وانا ايدك، بس انا اتكلم بقربي للشارع الرياضي. لاعبين منتخب الكويت مختلف عن اي فريق بعد لعبه الاردن. الشارع الرياضي يغلي بعد لعبه الاردن، ولاعبتنا بالسوشيال ميديا اغلبهم يصورون واغلبهم متواجدين على المدرب. بالسوشيال ميديا، على المدرب، على اللاعبين. يعني بالنهايه اللاعبين كلهم زملاء، صار نقد على اللاعبين، نقد على المدرب. اليوم على الاتحاد. اليوم النقد على من اللي يتحمل اليوم الاكثر إيه؟ لاعبين. ليش ابو تركي؟ انا اقول لك ليش. احنا ابو تركي نقدر نبعد اللاعبين لو مثلا عندنا امل بالبطوله، ما راح اتكلم عن اللاعبين عندي امل، انا خرجنا. لا، اللاعبين يتحملون لان داخل الملعب انتم قاده. انا قاعد اكلمك عن اعتذار سلطان العنزي في مع ابو ظبي الرياضيه في اللقاء مقبول بالنسبه لكم؟ لا، انا شوف سلطان يعني من لاعبين مميزين، لاعبين الكبار، لاعبين الخبره. لا، لان يا سلطان انت بشر تخطأ، ولكن خطأ عن خطأ يفرق. يعني خطأ عادل غير عن خطأ مثلا لاعب خلينا نقول اداري سبقني 100 سنه. انت لاعب عمرك 34 سنه يا ابو محمد، ولاعب مميز ولاعب خبره، والمدرب فضلك على افضل اللاعبين. انت تنرفز اللاعب، مو لاعب ينرفزك. صح خسرانين 2-0 لكن انت لاعب خبره. وانا اعتقد يحيى، انا يعني اعرف يحيى لعبنا كثير ضد شباب الاهلي، من اللاعبين مميزين حتى خلقا، وحتى لو قال لك اي كلمه هذا حق من حقوقه. ولكن ما حصل من الكابتن سلطان لا غير مقبول. لكن اهم شيء انه ما نكسى عليه، ولا نتهم سلطان انه متعمد، ولا نتهم سلطان انه ما عنده روح. لا، سلطان من اللاعبين اللي عندهم روح، من اللاعبين اللي ياما ضحى وياما لعب هو مصاب. ولكن اليوم لا يا سلطان. طيب خطأ اقول لك. بس اخر شيء ابو مايد بقوله، اخر شيء حتى اختم تكلم ابو مايد. ليش انا قلت لك اللاعبين ابو تركي؟
ارجع واقول لك احنا اليوم عندنا 7 لاعبين تعدوا 80 مباراه دوليه. لعبه الاردن نفسيا اثرت على الفريق، واللي اثر زياده لما دشوا هدفين ورا بعض كسروا اللاعبين. عادل كم ضربه جزاء انحسبت على الكويت في البطوله؟ 4 ضربات جزاء. كم طرد؟ 3 اعتقد 3 او 2. 2 اوشان اثنين. الحوشان واليوم انا اعتقد اللي استوى المنتخب الكويتي في البطوله دخل بطريقه قويه في البطوله، ولعب قدام منتخب مصر مباراه قويه جدا. لكن اعتقد فرصه دحام انا قلتها من اليوم الاول انه بيتندم عليها يمكن لنهايه البطوله، وبالفعل مع مصر. مع مصر. تخيل يعني لو كان سجلها كانت بتنهي المباراه مع مصر وفايزه 2-0. اليوم سلطان العنزي عفوا المباراه الثانيه هيليو سوزا 2-0 وخسران هو في النهايه، خسر مباراتين. لا بس إذا بحسبها بالحسابات. بتذكر اصبر مايد اصبر خلينا نقول دحام لحظه خليني اكمل عادل. خسرنا، لكن الاردن عادل بيد المدرب. عادل بكمل. انا اقول لك المباراه الثانيه هيليو سوزا جاب العيد يعني صراحه. شو اللي تغير 11 لاعب وتجيب 11 لاعب بديل يلعبون ضد الاردن؟ هاي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه اليوم سلطان العنزي انطرد في الدقيقه 55. لو كان يدري ان فهد الهادري بيسجل هدف في الدقيقه 59 انا ما اعتقد انه كان بينفعل وكان بيسوي هالحركه يعني كان منتخب طيب. الكويت كان ممكن يرجع هنا في المباراه. رياض، ونحن نتابع اللقاءات بالنسبه للاعبين منتخبنا الوطني، الكل يتحدث عن أولاريو كوزمن، الكل يعرف الضغوطات اللي كانت موجوده على كوزمن ويثني عليه، اللاعبين يثنون عليه بشكل كبير جدا. كيف شفت كوزمن ومستوى المنتخب وادارته لمباراه اليوم؟ بلا شك ان المنتخب ذهب بحاله تدريجيه. اول شيء خلينا نقول الف مبروك على الصعود. اعتقد قدم مباراه بشكل جيد، اداء وروح وحضور، وكان هذه واحده من افضل المباريات اللي شو تدور انت رياض؟ برشامه افضل المباريات اللي قدمها في الحال. حصلتها؟ لا، في الحال الهجوم. هو كاتب واحده من الاوراق وما بعرف الحين ايوه. يا جماعه يعني زين، لا افضل مبارياته. افضل مباريات سجل 3 افضل مبارياته في شنو؟ على مستوى الاختيار وعلى مستوى التنظيم في الملعب. لما انت تشوف شو اسمه مفتاح النجاح هي الاسماء، العمق الهجومي اليوم مختلف تماما. من في سجلنا 3 أهداف، اول مباراه رسميا سجل 3 أهداف. من في برونو في الامام، خلف كايو، دائما كان كايو هو اللي يلعب في الامام، وكايو ليس اللاعب المثالي. اذا وخلفهم من في المثلث خمينيز لانه لاعب 8. اذا صار عمق هجومي قوي جدا، زائد اطراف يحيى وعلي صالح، فصار المجموعه الهجوميه مختلفه بالاسماء، بالحضور، على مستوى التسجيل، والشكل الهجومي كان مثالي في هذه المباراه. اكتسب الاخطاء من المنتخب الكويتي، لكن كان التنظيم الشيء الاهم والاكثر اهميه. العمق الدفاعي خلال المبارتين اليوم من هو فيه؟ خلال دي المباراه مايد في النص الارتكاز، زائد مش في استوديو تحليلي ترى، زائد ساشا، زائد شو اسمه. اذا كوزمن بمنته كوزمن وجد التشكيل المثالي، الاسماء المثاليه، فتغير الشكل والاداء وتحقق المباراه. يجب ان يبني في المرحله القادمه. الشيء المهم والاهم يبني على التشكيله هذه قصدك؟ رياض خلنا اكمل. لا الشيء المهم والأهم. انت كيفك تقاطعنا ودنا بنسالك ما تقول خلنا نكمل. طيب خلنا نسالك. زين خلنا اقول لك بس عن الجمهور. لا بس لا تورط. شوف خلنا اكمل عن الجمهور وتالي ما عندي بس مشكله. هذا كمل. الجمهور كمل. دائما الجمهور الاماراتي جمهور وافي، يستحق منه كلمه بامانه. جمهور وافي، دعم وحضر، لكن المباراه القادمه هي الاهم للجمهور الاماراتي. الجمهور الاماراتي دائما نشوفه كثافه وحضور وتشجيع، فالمباراه القادمه هي حضور للجماهير. رساله مني للجماهير: دعم المنتخب في هذه المباراه، منعطف طريق مهمه جدا. هذه البطوله المنتخب يبدا خطوه بخطوه، فاذا جمهور داعم وفي خلف المنتخب في المباراه انت الجايه. ليش مستعجل على الرساله ما هذه؟ ادري. للمباراه الجايه ترى بعدنا توقف معلش. باكر، لا. واللي بعده المنتخب ما يلعب، اللي بعده يلعب. طيب لا. يا رياض بوتركي دقيقه. رياض هو خايف حمد يقاطعه. رياض لو سمحت انت اليوم قلت لك انا ظروف المباراه مختلفه، فلذلك
لا تحكم على المدرب انه تشكيله مثاليه، لانه ما راح يلعبها امام انا ما اذن لا ما في خلينا كيف اكمل لا لك. ما قلت شيء انا. لا قلت الحين. مثاليه. لما تقول مثاليه لا، هو لما يجي المباراه الجايه بتقول ليش هو غير. يتكلم مثاليه حق مباراه اليوم يعني. انا ما اليوم ادري بس؟ حمد نعم. المدرب يحضر مباراه يعني وعلى يعني اهميته واهميه مثالية. المنافس يبحث عن نتيجه ومنافس، ولا ينتظر المباراه الجايه ولا نحل المباراه. ايه بس معلش انا اقول لك بس المباراه الجايه لا تجي تقول ليش غير. انت اليوم انت الحين تقول احنا ظروف اليوم المباراة. نصف خلاص. الحاله. انا معك. الحاله المثاليه في هذه المباراه. إيه لا تقول مثاليه، قول ظروفها زي ما قلت انا ظروفها. لا اليوم. ما انت قلت لما تقول مثاليه بتقول المباراه الجايه ليش ما نلعب حاله فيها. مثاليه يبحث عن الحين فوز. رياض حمد اللي يبغى يوصله لك الحين فهمت شو وصل لي؟ كوزمن لو غير المباراه الجايه غير التشكيل. لحظه لو غير التشكيل بتلوم كوزمن؟ لا ايه ليش انا خلاص كوزمن؟ لانه يحضر للمباراه الثانيه. كل مباراه بمباراتها على حسب على حسب الخصم. هذه على فكره حسب الخصم والمنافس. كذا عجبني بس انتبه تذكر على حسب الكلام. الخصم والمنافس. اوكي هذه فكره حمد. تذكر. بس ابو تركي زين انا اشاطر الاخ رياض في هذا الموضوع. قبل لا تشاطره برجع لك، ابغى اسمع حبيب، كابتن حبيب، على مباراه الامارات والكويت. شو اللي فرق اليوم مع المنتخب الاماراتي كابتن حبيب؟ اليوم أنا أقول اليوم حساسية المباراة بالنسبة للفريقين، وخاصة اليوم يعني أعتقد مباراة مفصلية. يعني الكل يعرف أنه الكويت والإمارات أي واحد يفوز، وبالإضافة إلى إذا خسر مصر ممكن أي واحد ممكن يعبر. فلذلك أنا أعتقد اليوم اللي حكى رياض عليه، أنا أعتقد تشكيل هو دائما ما يغير به كوزمن، يعني مو فقط اليوم، دائما نفس اللاعبين، يا اما يلعب ال 14 خيمينيز دائما يلعبه خلف المهاجمين. بعض الاحيان بعض المباريات يطلع خارج الصندوق يعني على الجانب يلعبه ويدخله للوسط. يعني اكثر مبارياته هو يغير. بس اليوم انا اشوف اليوم المباراه بالشوط الاول انا اعتقد كانت جيده بالنسبه للفريقين خاصه بالبدايه. النقطه المهمه هي ضربة الجزاء. بصراحة ضربة الجزاء صارت نقطة تحول بالنسبة للفريق الإماراتي. قدر أن يسجل الهدف. الفريق الكويتي بهذا التوقيت نوعا ما صار عنده إحباط من إجا الهدف إجا مباشرة إجا الهدف الثاني. أعتقد الأمور تغيرت بالنسبة لفريق الكويت. فريق الكويت أنا أعتقد لأنه فريق شبابي ما عنده القائد اللي ممكن يعلي الرتم ويهدئ الرتم، لانه كلهم لاعبين صغار بالعمر. عندهم فقط يمكن لاعب كبير هو يوسف ناصر فقط هذا الرجل. بس عنده عناصر خبره كثيره في المنتخب. يعني انا شفت خبره موجودين بس ما عندهم القائد اللي يقود الفريق. مرات بعض الاحيان كلها تلعب كره قدم. عادل قال سبع كباتن موجودين في الملعب. 6 كباتن. 6 كباتن. اي بس انا احكي على القائد. على فكره مش بالسن. في الملعب. القائد بالملعب لا كابتن. القائد مش بالسن. القائد مش بالسن. مو بالسن. القائد ممكن يبقى عنده كابتن 30 فوق ال 30 بس ما عندهمش قدره ان هم يكونوا. هذه الجزئيه اللي يتحدث عنها حبيب، انه ما شاف قائد في المنتخب. هو هذا المشكله. اليوم احنا شفنا الفريق الاماراتي افضل خبره، افضل تحرك، افضل يعني اليوم كسب المباراه بخبرته، لانه بعض الجزيئات هو كسبها من الفريق الكويت. فريق الكويت اليوم تشوفه الطرد بعد الطرد ايضا اثر عليه الطرد. لذلك انا شفت الشوط الثاني رغم الطرد الفريق الكويتي رجع للمباراه، سجل هدف بامكانه ان يرجع، لكن الطرد اثر عليه وانتهت المباراه بالنتيجه. كابتن حاتم، أنا بالنسبة لي ما شفتش اختلاف على المنتخب الإماراتي. المنتخب الإماراتي ثالث مباراة بقدمها مباراة كبيرة. اللي بنقص منتخب الإمارات هو ثبات التشكيلة وفقط. هذا اللي بنقص منتخب الإمارات، وبنقص المدرب اللي بيتعامل مع كل مباراة على حدة. زي ما تفضلوا الكباتن قبل شوي إنه أنا بدي ألعب مع الكويت غير ما ألعب مع الأردن غير ما ألعب مع مصر. هذا الاشي يحسب للمدرب. في قدرات في نص الملعب، وانا عندي لاعب سريع هون بدي العب معاه لاعب سريع، عندي لاعب بطيء هون بدي العب معاه لاعب بطيء، عندي لاعب قوي هون بدي العب معاه لاعب قوي. اللي يحسب اليوم لجوميز انه دارس منتخب الكويت كويس وعارف مين بده يلعب ومين بدوش يلعب. كوزمن إيه؟ في كان انضباط تكتيكي عالي من منتخب الامارات، وفي
رغبه شديده ان انا بدي افوز اليوم، بعكس منتخب الكويت اللي ما شفنا عنده رغبه نهائيا. يعني طرد الكابتن في الدقيقه 55 ناتج عن احباط، انه محبط انه خلص مش بجوز ما نرجع للمباراه. عشان هيك تصرف التصرف هذا. وامرات اللاعب الكبير بكون حاب يسوي شيء، بنرفز، مش انه لاعب كبير انه لا بغلطش، لا بتغلط لانك لاعب كبير بتغلط. منتخب الامارات بنقص القائد في الملعب. يعني لو في مباراه مصر قائد اخر 10 دقائق ما بيجي في جول. كيف؟ احنا لما كنا نلعب انت قائد فريق باقي 10 دقائق بتصير تصرخ في الملعب. المدرب ما بجوز، انت ما بتقدر تسمعه من الجمهور، بدك تصرخ وتروح على اللاعب هذا وتشده، وتروح على اللاعب هذا وتقول له ركز. عدم وجود قائد في المنتخب الاماراتي هاي بتحس انه كلهم يعني ما حدا بيقدر يحكي مع الثاني، انهم بعاد عن بعض، فيش انسجام كامل. كابتن كابتن اسمح لي بس، يعني احنا ما نبي نقول ان الامارات اليوم قدم مباراه كبيره وجميله وجيده وفي نفس الوقت نقول عن الخصم انه محبط، لان عنده كان هدف انه انا يفوز. بحكي على الطرد. لحظه معلش اسمح لي، كابتن، خلينا على نكمل لك الطرد. النقطه. نعم. لان عشان انا اقتنع ان اليوم الكويت عنده فرصه. اليوم البحرين اللي ما طالع ما عنده فرصه المفروض هو يكون محبط، فاز على السودان. فلذلك يعني الكويت خسر لانه هو استحق الخساره بفضل ان الامارات نعم. كان عنده رغبه الفوز وسجل وفاز. اشتغل اخطاء. يعني ما نبغى نركز على نقطه لا لا محبط كلامك سليم. انا وفي بقول نفس الوقت انه نمدح منتخب الامارات. لا هو انا صحيح. قلت لا، لا. انا لا، حكيت هو منتخب محبط الامارات اثناء اللقاء اثناء اللقاء بعد كابتن خالد كابتن حمد، كابتن خالد انا بحكي العدد 2-0 بس وانت مضغوط. انا لو اتفرج عليكم دقيقتين. معلش، انا لو اتفرج رياض نعم. ايش تبي؟ انا اتكلم تقول ما تقاطع. انا ما قاطعتك، من قاطعتك؟ انا لما اتفرج انا الحين اشوف تركي. لا بس إيه خلاص. لا لما وليش تأشر لي؟ ليش ابى اتكلم طيب عن ما انا منتخب عشان الكويت كذا لو اقول لك سمحت انا يعني. اتكلم رياض. ما انا تكلمت ما عن تكلمت عن منتخب منتخب الكويت. الامارات. حمد يعني انت يعني